يا صباح الخير، يا صباح الهنا، يا صباح الرزق، يا صباح الحلويات. ولادي طبعا زي كل يوم: يا ماما احنا عايزين ناكل حلويات. اجت بنتي الصغيرة قالت لي: يا ماما انا عايزة اكل شوكولاتة من الكور دي يا ماما، اللي بالبندق واللوز، موجودة عند عمو. قلت لها: طب روحي اسألي عليها. راحوا سألوا عليها، لقيت سعرها غالي جدا. طبعا انتوا عارفينها اللي بيبقوا تلاتة في علبة. لقيت سعرها غالي خالص. قلت لهم: طب تعالوا احنا هنعمل منها كمية في البيت وكلنا هناكل. قمت على طول، شايفين عاملة ازاي؟ بصراحة انا استعجلت عليها، هي لازم تخش التلاجة، لكن انا استعجلت. الولاد واقفين حواليا ويلا يا ماما يلا يا ماما، عايزين ناكل منها. الطبق اللي انا عينته في التلاجة كان طعمه تحفة تحفة وجميل جدا، ما شاء الله عليه، احسن من اللي بره مليون مرة. فعلا لما نعمل حاجتنا في بيتنا هنوفر كتير كتير، وهنعمل كل ولادنا نفسهم فيه. انا قمت الفجر كل شويه راح اخد واحده واجي من حلاوتها ومن طعمها. الولاد صمموا ان انا اعمل لهم منها كل يوم. ايه اللي هتعمليه يا ميسة؟ بعدت جبت كرتونه بسكوت وحطيتها في الكبه وفرمتها زي ما انتوا شايفين. انا مش عايزاها ناعمه قوي، انا عايزاها شويه خشنه. وعنديش فستق ولا لوز. عندك ايه يا ميسة؟ عندي سوداني برضو عايزاه خشن. ضربته ضربه كده وحطيته في الفخار اللي انتوا شايفينه. طلباته مش كتير، ودايما بعمل شوكولاتة، وعندي علب نوتيلا كده فاضية بحط فيها الشوكولاتة وعينها في التلاجة، وقت ما عاوز منها باخد. وجبت معلقتين كاكاو، حاجة بسيطة خالص، ومعلقة سكر. مش هتكلف معانا كتير خالص. ده الحلو السريع اللي مش هيكلفنا ولا يبقى صعب علينا. وهنزل بنص كمية السوداني اللي في الفخار معانا. ليه نزلت بكمية السوداني دي؟ السوداني ده هيبقى عامل زي المكسرات، عامل زي الفستق، عامل زي اللوز، عامل زي عين الجمل. ما احنا قلنا قبل كده احنا في مطبخنا البسيط اللي مش موجود احنا هنمشي بالموجود عندنا. ده هيبقى طعمه جميل جدا وتحفة. ونزلت بمعلقتين شوكولاتة. طبعا الشوكولاتة لسه طالعة من التلاجة ساقعة، صعبة شوية في النزول. معلش استحملوا صوتي، قلتلكوا طول الشتاء انا ببقى واخدة برد، ما بيخلصش معايا غير على الصيف، استحملوني. وهنا بقى كان عندي حبة لبن نزلت بيه. لو ما عندكيش لبن في البيت في الوقت ده وعندك علبة زبادي، حطي علبة الزبادي، مفيش مشكلة، بيبقى نفس الطعم وما بتبانش خالص. وابتديت ان انا اقلب. شايفين عملت ازاي؟ زي العجينة، اكنك بتعملي عجينة تخبزي، اكنك بتعملي عجينة بيتزا. وفي البولة التانية في حبة شوكولاتة، هنزل بيهم ببقية السوداني فيها، وابتدي ان انا اقلبه. طبعا هنا الشوكولاته كانت ساحت، ولو الشوكولاته تقيله معاكي انزلي عليها بمعلقه لبن او معلقتين وابتدي قلبيها، هتبقى كويسه جدا. وهنا بقى خدت الحته الصغيره اللي انت شايفينها دي وابتدي ان انا افردها على ايدي. جربوها وشوفوا ايه طعمها واكتبولي وراسلوني. اقسم بالله طعمها تحفه جدا جدا وجميله جدا. في ناس كتير متابعين زي العسل كده حبايب بعتولي: انت بقالك كتير ما بتظهريش ليه يا ميسة؟ والله تعبانه، شويه تعب ان شاء الله فتره وهتعدي. وهنا نزلت بايه؟ بمعلقه شوكولاته صغيره خالص جواها وقفلت عليها وعملناها دايره زي ما انتم شايفين. ونزلت هنا في البوله اللي فيها السوداني والشوكولاته وابتديت ان انا اقلبه. ما تخافيش مش هتسيح منك ولا هتبوظ. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وهي بقى لو الاضاءه عندي حلوه كانت ظهرت احلى واحلى. بصراحه كانت تحفه وجميله جدا. وابتديت افرد معاكم التانية. شايفين عاملة ازاي في الطبق؟ وفي التانية برضو حطيت حاجة بسيطة كده من الشوكولاتة وابتدي ان انا اقفل عليها. سامحوني في الاضاءة، ان شاء الله باذن الله المرة الجاية يبقى احسن. شايفين طالعة ازاي؟ شايفين السوداني عامل فيها ازاي؟ جميلة جميلة وتحفة. ايه رأيكم؟
هي دي الكمية اللي عملناها من كرتونة بسكوت صغيرة خالص، كان فيها 12 باكو بسكوت، وابني الصغير كان خد باكو، بنتي خدت باكو، فضلوا 10. ال10 دول فيهم 4 تلواح بسكوت صغيرين خالص. يعني انت لو جبتي اكبر من كده هتعمل معاكي كمية كبيرة جدا. ياريت يا جماعة مش تنسوا تشتركوا وتنسوا تفعلوا الجرس عشان ينزل معاكم كله جديد. شايفين الشوكولاتة عاملة ازاي في النص والسوداني تحفة. اعمليها وهتلاقي ولادك كل يوم بيطلبوها، ولو جالك ضيوف ومفيش حاجة في البيت هتقدري تتصرفي بيها بسرعة. مش هنشتري شوكولاتة من بره، احنا هنعملها في بيتنا. كل حاجة سهلة بالنسبة لنا. تحفة تحفة جميلة. الولاد واقفين جنبي خلاص يا ماما ادينا بقى. قلت لهم استنى طب لما ادوق واشوف. الطبق احنا اديته للولاد، والطبق التاني حطيته في